لقيت من كام يوم كده، كنت انا بحب انزل اشتري حاجتي، فنزلت بجيب حاجات، فلقيت ست، المنطقة عندنا لطيفة يعني، لقيت ست ومعاها ولادها، وبعدين في بنتين وولد، فالبنتين ماسكين ايدين بعض وماشيين قدام مامتهم، وقاعدين يقولوا ايه، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ ايه يا رامز؟ ايه يا رامز؟ ليه عملت كده في العيال؟ الولاد دلوقتي بقوا يقولوا يا لهوي يا لهوي، مع ان لو انا ابني وهو صغير يقول اي كلمة فيها حاجات كده، أقول لا، مش حلو الواحد يقول يا لهوي. يعني مش رمضان الجاي بقى هتعلمنا ازاي نلطم، ما هي يا لهوي ولطم بقى. فدي يا ريت نخلي بالنا في كلام بيتقال، ده غير المسلسلات بقى، في كلام كده بيتقال بمنغم او على شكل شعر، فبرضه بيبقى بيتحفظ، لانه كل يوم على الزن على الودان. فاحنا نخلي بالنا قوي، ونحاول انه نتفرج على الحاجات اللي هي تدينا حاجات حلوة. مفيش مانع برضه نشوف حاجات عنف شوية، بس مش للدرجة ان اللي احنا شفناه. انا لقيت ان في حاجات اجتماعية، في حاجات كوميدية، الواحد يروح يعني يتظلل كده زي يقعد تحت الشجرة، فدي بتبقى اريح كتير.